حركة نشيطة تشهدها منذ أيام غرفة الصناعات التقليدية والحرف ببسكرة بمناسبة تنظيم الصالون الوطني 12 لمشتقات النخل والهدايا التذكارية. الصالون الوطني في طبعته 12 يعتبر مكسب لولاية بسكرة وللوطن ككل، حيث يشهد توافد كبير للسياح. للنخل مشتقات كما للتمر مشتقات متنوعة تستخلص طبيعيا بطرق تقليدية. الجذر تاعها فيه الكرناف، والكرناف هذاك يخدموا به بعض الحرفيين عندنا هنا، يخدموا به دي غارنيتير، حوايج دي غارنيتير. الجريده هذيك عندنا الغصن تاعها يخدموا به مثلا كيما الكراسه، وعندنا السعف يخدموا به كيما راك تشوف. الغصن تاع العرجون هذاك القنط نسموه احنا القنط هذاك يخدموا به كيما يخدموا الطباق ويغلفوهم بالسعف. التمره خرجوا منها المشتقات، من بينها عسل تمر مقطر، عندنا الرب، عندنا نخدموا منها الروينه، ومن بعد نفوتوا تبقى لنا النوايه هذيك نستخلصوا منها زيت نواه التمر، وفي نفس الوقت نقلوها ونحمصوها ونخرجوا منها قهوه نواه التمر. مشتقات التمر تدخل في الصناعات التحويلية، منتوجها يتوقف على رأس مال هذا الحرفي أو ذاك، فكلما كان المال أوفر كان المردود أكبر.